Monhewonge. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم بالحلقة ال36. وقبل ما نبتدي في قصتنا احب افكركم بنهاية الموسم الثالث. بالمناسبة اللي ما اتفرجش عليه يروح يتفرج عليه عشان فايته كتير. ووقفنا في نهاية الموسم الثالث لما بطلنا جات له مهمة من النظام وقرر ان هو يتجه لمقاطعة غو، وبالتحديد لطائفة زو اللي كان فيها مياو والشيخ فان اللي قابلهم بطلنا وادي ملك الأدوية، وان هي طائفتها اتعرضت لهجوم 3 طوائف من جيش الهوية، والثلاث طوائف دول بيكونوا اختصاصهم الاغتيال وبيتمكنوا من القضاء على العديد من الصقلين ونشر الفوضى في جميع ارجاء المقاطعة. وبسبب كده بيتجه تشين. فاكرينه تشين يا اصحابي؟ تشين ده ابن زعيم طائفة الرياح الرعدية، واللي برضه كان الخليفة لطائفة الريشة الخالدة. وبنشوف ان تشين ده اول ما شاف بطلنا ابتدى يزعق له واتجه ناحيته وبدأ يهين بطلنا ويقول له عن الشائعات اللي منتشرة عنه ان هو قضى على المعبد المعلق وقضى على العائلة الامبراطورية لطائفة الارض النقية. ونخش في احداث قصتنا. وفي الوقت ده بنشوف يا اصحابي ان مياو لما شافت اللي بيعمله تشين ده قدامها كانت متفاجئة جدا وبتقول في نفسها: ما الذي يفعله هذا الأحمق؟ هل يريد إحراج السيد؟ أرجو ألا يقتله المعلم. وفي الوقت ده بنشوف ان تشين واقف في وش بطلنا وتلاميذه وبان ان الجو مشحون جدا، لكن بنشوف بطلنا بيبصوا له باستغراب وبيقول له: انت من تكون. وفي الوقت ده برضه بنشوف ان هو جي بيضحك وبيشاور ليه وبيبتدي له التطبيل كعادته ويقول: اجل يجب ان تكون سمعة معلمي هكذا، ذا شهرة واسعة ومعروف في جميع الارجاء. ونشوفه بيبص لتشين ده ويقول له: ولكن من انت يا الوغد حتى تجرؤ على ان تكلم معلمي هكذا؟ فبنشوف ان تشين في الوقت ده انفجر من الغضب وابتدى يقول لهم بكل حزم: انت لحد الان تتظاهر بانك لا تعرفني، كيف لا تعرفني ولا تتذكر ما فعلته بي؟ فنشوف ان بطلنا بيرد عليه بمنتهى سذاجه يقول له: هل فعلت شيئا لك؟ انت من تكون حتى لا اتذكرك، وحتى هل انت جدير بان يتذكرك شخص مثلي؟ فنشوف ان تشين انفجر من الغضب وابتدى يشاور على بطلنا وبيقول له: انت لقد تجاوزت حدودك ايها السافل بعد ان قتلت والدي زعيم طائفة الرياح الرعدية وايضا معلمي يانغ قائد طائفة الريشة الخالدة. هل تتظاهر الان بانك لا تعرفني ولم تفعل هذا؟ فيحرق بطلنا دمه اكتر ويقول له: اجل، اظنني اتذكر شيئا من هذا القبيل، ذكرني باسمك ثانية. فنشوف ان تشين ابتدى في الصراخ عليه وبيقول له: انت نصف خالد في مرحلة شبه الخلود وتقتل الصاقلين من الطوائف الصغيرة بدم بارد، الا تشعر بالخجل؟ لكن في الوقت ده بيقطع كلامه ووجي وبنشوفه بيزعق لتشين ده وبيقول له: ما الذي تقوله يا الأحمق؟ والدك كان يتمنى أن يستولى على طائفة السماء العميقة وذلك ما تسبب مقتله، فإن سيدي كان فقط يحمي الطائفة لا أكثر. وذلك الرجل الذي تقول عنه معلمك يانغ هذا أيضا هاجم سيدي في عائلة شيو دون سبب، ونتيجة لذلك قام معلمي بقتله دفاعا عن نفسه. أنت تذكرني باللص الذي يصرخ على الآخرين من أجل الإفلات بفعلته. ونشوف بطلنا في الوقت ده بيبص لوجي وبيبتسم وبيقول في نفسه: هذا جيد، فهذا التلميذ يستحق كل هذا العناء على عكس شخص معين. ونشوفه في الوقت ده بيبص لهونج، فنشوف ان هونج لاحظ بصة بطلنا ليه وابتدى في الوقت ده يقول لتشين برضه: اجل معلمك كذلك حاول ان يهجم على معلمه غدرا ولكنه قتل بسبب ضعف، وهذا مضحك جدا. وبنشوف ان هو بالكلام ده هان تشين ومعلمه جدا. فنشوف ان تشين ده انفجر من الغضب وعلى وشك ان هو يهجم عليهم، لكن بيتدخل في الوقت ده زعيم طائفة زو وبنسمعه بيقول لهم: فلتتوقف يا سيد شين، فكلاكما موهبتان لا غنى عنهما في المنطقة الشرقية والوضع الآن في غاية الحرج، فلماذا لا تضعان الخلافات جانبا الآن ونركز على محاربة هؤلاء الأوغاد من جيش الهوية، فذلك هو الأهم. لكن بنشوف ان تشين غاضب جدا ويقول لزعيم الطائفة: انت من سمح لك بالتحدث فلتصمت الآن. فنشوف ان زعيم الطائفة اتفاجئ ويلتفت ناحية تشين وبيقول له: انت ما الذي قلته لي الآن؟ لكن بيبتدي زعيم الطائفة ده في السؤال وبسق الدماء. فنشوف ان مياو بتسرع ناحيته على الفروة يا خائفة ونسمعها وبتقول له: أبي هل أنت بخير؟ وكمل كلام عن تشين وهي بتقول له: يا الأحمق، أنت قائد التحالف وتتجرأ على عدم احترام كبار السن هكذا؟ لكن في الوقت ده بيرد عليها أحد شيوخ طائفة الريشة الخالدة وبيقول لها: لا، ليس هكذا يا أنسة، كل ما في الأمر أن سيدي لم يعد يرى بوضوح بسبب غضبه، أرجو منك ألا تلومي على هذا.
وبنعرف ان اللي بيتكلم ده بيكون اسمه الشيخ ليو ومن طائفة الريشة الخالدة، وبيكون في مستوى الكمال من مرحلة شبه الخلود. وفي الحتة دي بقى احب اقول لسبعاوي خش علينا بالنشرة الجوية وفكرنا كده بمستويات القوة عشان اصحابنا بيطلبوها كتير في التعليقات، وبنسمعه بيقول لتشين يا سيدي دعنا نذهب الان، لكن بيكون الغضب مالي تشين في الوقت ده ونسمعه بيقول مع نفسه هو في قمة غضبه انا في الاصل اعتقدت اذا عملت بجد بما فيه الكفاية مع كل امكانيات الرائعة ودعم طائفتي ساكون قادرا على مواجهة قاتل والدي ومعلمي واقوم باذلاله، لكن في النهاية تم التعامل معي ككرد من البداية الى النهاية. وبنشوف ان هو بينفجر من الغضب وبيتجه ناحية بطننا، فبيحاول الشيخ ان هو يمسكه لكن ما بيقدرش، ونسمع تشين ده بيقول له في الوقت ده دعنا يا الشيخ فانا اريد الانتقام حالا، لكن بنشوف ان الشيخ ليه ده بيتمكن من السيطرة عليه وهو بيقول له فلتهدى يا سيدي اين هو وقارك وثقتك بنفسك، لا تقم باحراج نفسك هنا ودعنا نذهب الان. لكن في اللحظة دي كالعادة بنشوف ان بطلنا بيستفز وهو بيقول له أنت حتى لا تستطيع هزيمتي وتتصرف وتهور أمامي، يا لك من أحمق، وماذا لو لم يرضك كلامي بأنني كنت أدافع عن نفسي، ما الذي تقدر على فعله أنت ومستواك المتواضع هذا معي أنا المبجل لي. ده فشخرة. فيبتدي تشين في الصراخ على بطننا ويقول له بكل عصبية أيها الوغد الواقح لقد أخفيت مستوى زراعتك وقتلت الكثير من الأبرياء، إذا كنت رجلا اقمع مستواك لمستواي ودعنا نتبارى بشكل عادل وسأريك الفرق بين مهاراتنا. مستوى الزراعة ده اللي مقصود بيه اللي هو مستويات القوة يا أصحابي، شبه الخلود الصعود العظيم كده يعني. ونشوف ان تشين ده بيقول مع نفسه بعد ان صقلت جسد نار الشمس الحقيقية اصبح جسدي نقيا وخال من العيوب، ولا يوجد من يستطيع ان يهزمني في نفس المستوى، اذا كنت تجرؤ على قبول التحدي سأريك ما انت عليه واذيقك طعم الهزيمة المرة يا الوغد. فنشوف الوقت ده ان هونج بيتقدم ناحية تشين ده وبيقول له شخص بمستواك يتجرأ على تحدي سيدي الذي لا يقهر، انت حتى لا تستحق ان تقف امام اكن. بيسلك له دلوقتي الباشا، ناس عارفة مصلحتها. فنشوف في الوقت ده بطلنا بيكون سعيد جدا ويقول مع نفسه احسنت انت تجعلني سعيدا الان، انت حقا احد تلاميذي. فنشوف ان تشين والشيخ ده متفاجئين جدا ويقول له تشين أكن من يكون هذا. فنشوف هونج في الوقت ده بيشاور على أكن ويقول له هذا هو أكن مطية سيدي النبيل والوحش الأسطوري القديم وحش الكونغ بنغ. وبنشوف أكن بيصدر موجة صوتية في الوقت ده، فبنلاحظ إن تشين ده بيكون مصعوق من الصدمة ويقول ماذا هذا سخيف للغاية، ما الذي تقوله يا الواقع؟ أتقصد أنني لا أستطيع الوقوف أمام مطيته؟ المطية دي برضه يا أصحابي اللي هي الركوبة اللي بيركبوا عليها زي الحصان وزي الحاجات دي يعني. ويكمل كلامه ويقول انه مجرد وحش وضيع لن يستطيع التصدي لهجمة واحدة مني. انت شكلك غلبان. ويكمل يقول له بكل غضب انا الشاو، انا الابن المختار لطائفة الريشة الخالدة وقائد التحالف للمنطقة الشرقية، وتجرؤون على التقليل من شأن هكذا يا الاوغاد، سأقضي عليكم اليوم والا كيف سأحافظ على كرامتي. فيتريق عليه هونج في الوقت ده وبقول له حقا انت مجرد خاسر وكل ما لديك اسم فارغ فقط، ناهيك عن تحدي سيدي انت لا تستحق حتى ان تتحداني. فنشوف ان تشين ده بيتضايق من كلامهم وبيقرر ان هو يقضي على اكون امامهم عشان يعلمهم الادب، ونسمعه بيقول اكون اذا تعال الان وقاطني. فبنشوف ان اكون بتيجي ناحيه تشين ده بسرعه ويبدو ان هو على وشك التهامه، لكن بنشوف ان تشين ده برضه بيجهز هجوم ناري قوي للغايه وبيهجم بيه على اكون. وبعد ما بيتمكن من اصابه اكون بهجومه ده بنشوفه بيضحك بهستيريا وبيقول ارايتم ايها الحمقى كيف اخضعت ذلك الوحش وجعلته تحت قدمي. وبيبتدي في الضحك بضحكاته الهستيريه دي. فنشوف ان الحاضرين في المكان بيقولوا مع بعضهم لا عجب أن القائد شين زائع الصيت الذي حارب في كل مكان، فهذه القوة ستجعل الكثير من عشائر الهوية ترتجف خوفا حقا من سماع اسمه فقط. ويقول له آخر أجل إنه قوي جدا حتى الوحش الأسطوري القديم قد تمكن من قمعه بمنتهى السهولة. وبنروح في الوقت ده اللي عند شي اللي بيكون قلقانة جدا على أكون ونسمعها بتقول لبطلنا سيدي أكون في خطر فلتذهب لإنقاذه. فنشوف إن بطلنا بيقولها بكل ثقة لا تقلقي يا صغيرتي شي أكون بخير. وفي الوقت ده بنشوف إن تشين بيقول لبطلنا بكل غرور أنا آسف حقا، يبدو أنني قتلت مطياتك عن طريق الخطأ. وبنسمعه بيبتدي في الضحك في الوقت ده. فينظر لبطلنا بكل ثقة ويقول له حقا إذا لما لا تنظر إلى الأسفل. فبنشوف ان تشين حتى ملحقش يبص للاسفل وبيكون في فتى صغير قام بلكمه في الوقت ده بلكمه قويه جدا دفعته بعيدا. هو بيقول له ايها الشرير ما رايك الان في قبضتي؟
ونشوف ان تشين في الوقت ده بيقوم من على الارض وبيقول له انت من تكون. فيقرب منه الفتى ده ويبتدي في اغاظته وبيقول له الا يمكنك ان ترى انا عمك القتالي اكن. فينفجر تشين في الغضب في الوقت ده ونسمعه بيقول انت يا الوحش كيف تجرؤ على خداعي. ونشوف ان هو بيوجه ناحيه اكون اقوى هجوم طاقه يمتلكه وبيرد عليه برضه اكون بالمثل. نشوف ان تشين بيهاجم اكون فيتصدى اكون لهجومه، ونشوف ان شي ومياو بيشجعوا اكون، وبيكون برضه الشيخ ليو بيشاهد النزال ده ونسمعه بيقول مع نفسه لماذا يصبح هذا الصبي الصغير أقوى كلما قتل أكثر؟ هل سليل الكونغ بينغ قوي إلى هذا الحد أنه حتى قادر على القتال مع شخص يمتلك جسد الشمس؟ وبنشوف في الوقت ده ان تشين جن جنونه خلاص وابتدى ان هو يهجم على اكون باقوى هجوم عنده، فبيلاحظ اكون ده برضه ونشوف ان هو بيقرر برضه يتصدى لهجوم تشين ده، وبيهجموا الاتنين على بعض بهجوم مرعب. ولكن بعد ما ينزح الدخان والضباب اللي اتكون من هجومهم ده بنشوف ان تشين ملقى على الارض. فنلاحظ ان اكون بيعمل حاجه غريبه، مش عارف هو بيتف ولا بيعمل ايه، انتوا ادرى بقى. لكن اللي بيكون واضح للجميع ان هو اهانه بالغه جدا لدرجه ان الشيخ ليو ما بيتحملهاش، وبنسمعه بيقول ايها الوحش كيف تجرؤ على اهانه واذلال خليفه طائفتنا هكذا. وبنشوفه بيتجه ناحيه اخون عشان يقضي عليه وبيقول له كفر عن هذا بموتك. واثناء ما هجوم العجوز ده على وشك اصابه اخون ونشوف ان بطلنا اتدخل ومنع هجومه ده وبيقول له ايها العجوز الا يمكنك تحمل الخساره؟ هل تتجرأ على لمس اخون الخاص بي امامي؟ يبدو انك لم تعد ترغب في الحياه. وبيزيح السلسله اللي اطلقها العجوز ده على اكون، فنشوف ان العجوز ده بيتراجع عن هجومه على الفور وبيقول مع نفسه هذا الوغد لقد استطاع قمع الرهبان الثلاثه من المعبد المعلق، اخشى انني وحدي لن اكون قادرا على التعامل معه. هذا ليس الوقت المناسب للمواجهه المباشره معه، يجب ان نركز على الصوره الاكبر الان، يجب ان اخذ هذا الاحمق واغادر اولا، وعندما يحين الوقت المناسب ساعود لاقتله بالتاكيد. ونشوف ان هو ابتدى يقدم التحيه لبطلنا ويقول له ايها الصديقي لم يكن لدي اي نيه للقتال معك، لقد كان ذلك اندفاعا لحظيا، ارجوك ان تسامحني وسنغادر المكان الان. ونشوف برضه في الوقت ده ان اكون بيستفز العجوز ده من ورا بطلنا، ونسمعه بيقول لبطلنا سيدي مهيب حقا، بمجرد ان ظهر اصبح هذا العجوز مثل السلحفاة التي تختبئ بداخل قوقعتها. وبنشوف في الوقت ده ان العجوز ليه وخد تشين وغادروا المكان، فيتجه بطلنا ناحيه اكو ونشوف ان هو ابتدى يمسكه من خدوده وفرحان بيه جدا وبيكون شكلهم لطيف للغايه. فنشوف ان مياو عايزه برضه تمسك خدود اكون، فتبتدي تقول له، فيرد عليها اكون بغضب شديد وبيقول لها لا، فتبتدي مياو في التودد ليه فيوافق في النهايه انها تمسك خدوده. وفي الاثناء دي بنشوف ان والد مياو بيبص لبنته وبيبتسم لما بيشوف ان هي قد ايه سعيده وهي بالقرب من بطننا، فيبتدي يقول لم ارى مياو سعيده هكذا منذ وقت طويل، اتمنى لو انها تستطيع ان تكون هكذا دائما دون اي هموم. لكن بنشوف في الوقت ده ان تأثير السم ابتدى يظهر عليه وابتدى في الوقوع على الارض وهو بيبصق الدماء، فلما بتشوف مياو اللي بيحصل لوالدها بتبتدي في الصراخ عليه وبيتجهوا ناحيته. فنسمع احد الحراس بيقول لزعيم الطائفة يا سيدي كيف حالك؟ يبدو ان الامر قد اصبح خطيرا جدا. فيقول له زعيم الطائفة ده اللي بيكون اسمه آن لا بأس لا يزال بإمكاني التحمل في الوقت الحالي. فنسمع الحارس ده بيقول هؤلاء الأوغاد من جيش الهوية يستحقون الموت حقا، فلقد عذبوا زعيم طائفتنا حتى وصل إلى هذا الحال. ونشوف مياو في الوقت ده بتقول لوالدها أبي هل هذا السم حقا لا يمكن علاجه؟ لكن بيقطع كلامهم في الوقت ده بطلنا وهو بيقول لهم إن في أحد تلاميذه يقدر يعالج السم ده بمنتهى السهولة. فبيكون قائد الطائفة مش مصدق كلامه ده ويقول له أيها المبجل لا تمزح مع هذا العجوز، فهذا السم شديد وشرير للغاية ولا يتوقف أبدا، لقد جربت كل أنواع الطرق لكنني لم أستطع إزالته تماما. فنشوف إن بطلنا بيندى على شياو في الوقت ده وهو بيقول له شياو فلتطهر سم زعيم الطائفة الآن. فنشوف فنلاحظ إن مياو مستغربة من طريقة كلام بطلنا معاه وتقول ماذا شياو ولماذا يبدو كأنه ينادي كلبه الأليف. ونشوف في الوقت ده شياو بيرد عليه بمنتهى الخجل وهو بيبص له من ورا ظهر شي ويقول له أجل يا معلمي سأفعلها. فيشوف زعيم الطائفة ويقول له يبدو أن تلميذ المبجل خجولا قليلا. ونشوف في الوقت ده برضو ان شي بتشجعه وتقول له ان هو يخرج ما فيهاش حاجه ويعمل اللي المعلم امره بيه. وفي اللحظه دي بنشوف ان شي خرج فعلا وابتدى يعالج زعيم الطائفه، وبنشوف زعيم الطائفه بيصرخ بشده وبينفجر من حوله هاله من الطاقه الشديده.
ونشوف ان هو باين عليه ان هو اتحسن والسم خرج من جسده. فنسمع مياو بتقول بعد اللي حصل ده يبدو ان ابي قد شفي من ذلك السم فوجهه اصبح افضل يلاه من شيء سحري. ونشوف برضه ان زعيم الطائفه مش مصدق اللي حصل ده ويقول انا بخير انا بخير حقا. وفي الوقت ده بيكون شياو ذهب لعند بطلنا وهو بيقول له سيدي لقد فعلت ما امرت به وطهرت جسد ذلك الشخص من السم. فيقول له بطلنا رائع رائع هذا رائع حقا. وبنشوف برضه ان زعيم طائفه زو بتيجي ناحيه بطلنا وهو بيقول له شكرا لك ايها الاخ فان تلميذك هذا مذهل حقا فلقد شفى ذلك السم الخطير في لحظه. وبيتجه ناحيه شياو وبيبتدي يمسك في ايده ويشكره بشده. فنشوف شياو في الوقت ده بيقول مع نفسه ما هذا الشعور؟ يبدو أن سعادة مساعدة الآخرين تجعلني أشعر بالأمان الشديد حتى أنني لم أعد خائفا من الناس. وبينحني في الوقت ده زعيم العشيرة البطلنا وبيقول له أيها المبجل أنك حقا معلم عظيم لديك طرق تدريس رائعة لتلاميذك ولمثل هذا اللطف سأقيم وليمة من أعلى المستويات لأكرمكم جميعا. فيقول له بطلنا لا داعي لذلك أيها الزعيم فأنت لطيف جدا وبما أن الأشخاص غير المرغوب فيهم قد غادروا والمرض قد شفي فنستمتع إذن بكرم ضيافتك. وفي الوقت ده بنشوف إن مياو متفاجئة جدا وتقول مع نفسها ماذا؟ وليمة من أعلى المستويات؟ فمنذ ولادتي لم تقم طائفتنا بإقامة وليمة من هذا المستوى إلا مرتين فقط وكان كلا المرتين بسبب مناسبات غيرت مصير الطائفة. لم أتوقع أن أبي يقدر السيدي كثيرا إلى هذا الحد. وبينتقل بينا المشهد في الوقت ده لمعسكر تحالف الطوائف الصالحة وبنشوف ان الشيخ ليو بيعالج تشين من اصاباته. وفي الوقت ده بنسمع تشين بيقول له ايها الشيخ ليو انا مجرد قمامة لقد هزمت على يد مطية ذلك الوغد والأكثر من ذلك هذا الأمر سينتشر بالتأكيد وصورتي المثالية التي بنيتها بعناية ستدمر تماما وسأكون موضع سخرية في المنطقة الشرقية بأكملها. فنشوف ان الشيخ ليو بيبتدي يشجعه في الوقت ده ويقول له يا سيدي وحش ذلك الشخص المدعو بالكونغ بنغ ليس وحشا يجب ان تقلل من شأنه فانه ليس شيئا عاديا على الاطلاق. اما بالنسبة لهذا النزال ماذا لو قلت لك انه لن ينتشر؟ فبنشوف ان تشين بيتفاجئ من الكلام ده لكن في الوقت ده برضه بنشوف ان في نظرات خبيثة على وجه العجوز ده ونسمعه بيقول له انتظر فقط العرض الحقيقي على وشك ان يبدأ. وبنرجع تاني يا اصحابي لعند طائفة زو وبالاخص في قاعة الاحتفالات وبنشوف ان الجميع بيتناول الطعام وسعيد جدا بتلك الاجواء المبهجة. ونسمع في الوقت ده زعيم الطائفة بيشاور على مياو ويبتدي يقول لبطلنا ايها المبجل سمعت انك وابنتي تعرفتما على بعضكم البعض منذ فترة طويلة ويبدو ان هناك قدرا بينكم ما رأيك اذن في ابنتي كزوجة مستقبلية لك؟ وفي الوقت ده بنشوف ان مياو في قمة الاحراج ومش عارفة تقول ايه في الموقف الزبالة اللي ابوها حطها فيه ده. وبنشوفها بتتهته وتبتدي في الصراخ على والدها وهي بتقول له ابي ما الذي تقوله انا من يقرر اموري بنفسي. وفي الوقت ده برضه بنشوف ان بطلنا بيمسك الشراب من فمه من شدة تفاجؤه باللي قاله زعيم الطائفة ويبتدي يبتسم له وهو بيقول له ايها الزعيم ان الانسه مياو فتاه جيده وانا اعاملها مثل اختي. فبنشوف ان مياو اتاثرت من كلام بطلنا وزعلت لما سمعته بيقول عليها ان هي زي اخته وتقول مع نفسها اذا انا مجرد اخت في قلب السيد. وبنشوف في الوقت ده ان العجوز فان لاحظ زعل الانسه مياو من اللي قاله بطلنا ده ونسمعه بيقول أصعب شيء في هذا العالم هو الحب من طرف واحد آمل أن تتمكن الآنسة من تخطي هذا الأمر بسرعة. وبنشوف إن العجوز فان ده بيبتدي يقدم نغبة على شرف بطلنا وبيقول له أيها المبجل في ذلك اليوم عندما كنا في نزل التنين شعرت أنك مختلف عن الآخرين ولاحقا في وادي ملك الدواء قد قمت بإنقاذي أنا والآنسة مياو والآن أنقذت زعيم طائفتنا من الخطر ففضلك هذا وعطفك يصعب رده بسهولة. دعني الآن أرفع نغبا على شرفك هنا. فنشوف في الوقت ده أن بطلنا هيبتدي إن هو يجامله بالكلام برضه لكن في اللحظة دي بنشوف إن العجوز فان قام بخلع رداءه وإلقائه في الهواء في منظر خلى الجميع يشعر بالصدمة منه. ونشوف بطلنا متفاجئ جدا ويقول هذا يا شيخ فان حتى لو كان العطف كبيرا لا داعي للقيام بكل هذا الضجيج فلترتدي ملابسك الآن. ونشوف في الوقت ده إن العجوز فان بيرقص وهو شبه عاري هو بيكون اساسا مش عارف هو بيعمل كده ليه وبيقول مع نفسه انا ما الذي يحدث لي لماذا لم يعد جسدي تحت سيطرتي. ونشوف ان جميع الحاضرين متفاجئين برضه ونسمعهم بيقولوا يا الهي لم اتوقع ان يكون لدى الشيخ فان مثل هذه الهوايه. ونشوف في الوقت ده برضه ان هونج متضايق وبيقول ما هذا القرف ويفكرنا طبعا كلنا باغنيه زازا ايه القرف ده مالكمش دعوه بالحته دي
اقطع يا سبعاوي العبط ده. ونسمع برضو الشاو في الوقت ده بيقول واو ما هذا الرجل شجاع حقا. ويبتدي برضو زعيم الطائفة في الصراخ عليه وبيقول له يا فان ما هذا الهراء الذي تفعله، حتى لو كنت تريد ان تشكره شكرا خاصا لا يجب ان ترقص هذه الرقصة غير المحتشمة أليس كذلك؟ وبنشوف اساسا في الوقت ده ان فان ده بيتمنى ان الارض تتشق وتبلعه بس مش عارف يسيطر على جسده. ويبتدي في الصراخ على زعيم الطائفة وبيقول له يا سيدي يا سيدي لا اعرف ما خطبي لكنني لا استطيع ان التوقف، اشعر ان هناك قوة تسيطر علي وعلى جسدي. ونشوف خلف العجوز فان في الوقت ده باين ان هو ده اللي بيتحكم في جسده وفي تصرفاته الغريبة دي. بس وتنتهي احداثنا على كده. لو عجبتكم الحلقة يا اصحابي ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق وتستنوا الحلقة الجاية. سلام. Mon Hwangay.